محافظة مدير مدير منتخب محافظة الضالع مجد علاء، وحياك الله. الله يحييك ويسعدنا أن نكون في قناة سبا في هذا البطولة. استطعتم أن تتجاوزوا عدن في ضربات الترجيح، كانت مباراة قوية جدا، لكن يبدو أن المعطيات والأحداث لمباراة اليوم ستكون مختلفة. ربما تواجهون منتخب أقوى، منتخب إحدى المرشحة للبطولة، يصارع بشكل كبير ولا يعني يقل عنكم قوة. ما هي استعداداتكم؟ والله الحمد لله استعدينا، برغم أن الإعداد كان مش جيد، بس الحمد لله استطعنا نتجاوز عدن، وبدأ الطموح أن ننافس أكثر وأن نمثل المحافظة على أرقى مستوى. واليوم عدينا إن شاء الله فريق، وإن شاء الله سيكون مفاجأة البطولة أن نتجاوز بالدمار بإذن الله. بإذن الله. ماذا عن التشكيلة التي ستلعب اليوم؟ هل هي نفس التشكيلة؟ هي نفس التشكيلة، ما عدا استبدال قليل. استطعنا أن نغير جبر حجر وأن نضيف بدله مصلح الظاهري، وتجاوزنا عن عبود طارق ودخلنا أسامة عميران. أسامة عميران، نعم. بدل عبود طارق. نعم. هل يشكو منتخب الضالع من إصابات من معنا اصابات، بس انها ليست بالغه قوي، والحمد لله يستطيع يلاعب ان يتجاوز اصابته باذن الله. استطعتم خلال الفتره الماضيه، يعني ما بين دور 16 ودور الثمانيه، ان تقوم بعده يعني مباريات وديه؟ لا للاسف ما استطعنا ان نقيم مباراه وديه. المنتخبات لعبت الضغط مع المنتخبات ومع بعض الانديه في الامانه العاصمه، لكن احنا استطعنا ان ناخذ حصص تدريبيه في الصباح وفي العصر، والحمد لله اللجنه الفنيه للبطوله اعدتنا هذا البرنامج، وان شاء الله نكون قدمنا مسؤوليه باذن الله. جمهور الضالع سواء كانوا عبر شاشة التلفاز أم هنا على مدرجات ملعب الوحدة في صنعاء حيث تقام كل مباريات البطولة، ماذا تقولون؟ جمهورنا إن شاء الله سيكون ماذا تعدهم؟ جمهورنا سيكون مؤازرا بإذن الله، وسوف نفاجئهم بإذن الله بتحقيق الفوز إن شاء الله. توقعاتك لمباراة اليوم كابتن؟ والله أتوقعها إن شاء الله 2-1 للضالع بإذن الله. بإذن الله. شكرا جزيلا لك. توفيقنا